غلطه كبيره بيقع فيها ناس كتير اول ما بيشتروا عربيات زيرو. الفتره اللي هو يكون بيبقى مستني فيها اللي هو يرخص العربيه، ايا تكن الفتره دي، ساعات بتبقى 24 ساعه وساعات بتبقى اسابيع، لغايه ما ورق العربيه يبدا يجي له من المعرض او من التوكيل اللي هو شاري منه. وكل مره واحد يبعت لي شكوى من النوع دوت وبيقول لي ساعدني، بصراحه ما بعرفش اساعده. واكبر حاجه اعرف اعملها له اللي انا بدعي له. السلام عليكم، احمد كريم. اخطر فتره اما بتيجي تشتري عربيه زيرو الفتره اللي انت بتتحرك بيها من المعرض لغايه البيت بتاعك او لغايه المرور بتاعك، والفتره دي بتبقى متغيره حسب المشكله اللي عندك. لو واخد الورق بتاعك او المندوب هيجي لك تاني يوم على المرور بتاعك ويبدا يرخص معاك، بتبقى مخاطره هنا قليله، بتبقى قصيره، المده بتاعتها قصيره مش طويله. ولكن لو منتظر الورق بتاعك بتبدا تتحرك بالعربيه من غير نمر، او بمعنى صح من غير ما بتروح ترخص في المرور. وهنا بقى بتقع الفاس في الراس. اول ما بتبقى شاري عربيه بيقولوا عليك لازم تاخد العين، لازم تتخبط، او انت بتبقى جديد لسه في السواقه، او العربيه لسه ما خدتش عليها ولسه ما استوعبتش ابعادها، فغالبا العربيه بتتخبط في الوقت ده اول ما العربيه بتبقى زيرو. ولان معظم الناس بتبقى شاريه العربيات ومعتمده اعتماد كبير جدا على شركات التامين اللي هي بتبقى مامنه عليها العربيه الزيرو، سواء بالاجبار ما بيبقى شاري قسط او باختياره هو اللي هو بيامن على عربيته، لازم تعرف ان ساعتها التامين غير ساري على السياره في الوقت اللي انت قبل ما ترخص فيه العربيه، يعني اكنك مش مامن خالص. فعشان كده عندنا 2 اختيار اما تشتري عربيه زيرو. الاول ان انت تبدا ترخص العربيه على طول وما تتحركش بيها وتشيلها من على المعرض على ونش، او تبقى متاكد ان انت هتقدر باذن الله توصل بالسلامه، عندك القدره ان انت تسوق عربيه زيرو زي دي. الايصال اللي هو بيطلع من معرض الزيرو في مصر، الايصال ده تقدر تمشي بيه في الاغلب 48 ساعه، اللي هو ايصال الاستلام دوت. ولكن الاختيار الثاني انا هقول لك عليه ويمكن انت تكونش واخد بالك منه، اللي انت ممكن تاجر علامات تجاريه من المعرض اللي انت شاري منه او من اي معرض حواليه، هو صاحب المعرض اللي يقدر يقول لك ممكن تاجر منين نمر تجاريه، وتبدا تتحرك بالعربيه في الفتره اللي انت فيها ماشي من غير ما ترخص العربيه. هنا شركات التامين في الاغلب بتوافق وتبقاش عندك مشكله خالص، اكنك مرخص العربيه. لو حصل حادث لا قدر الله يبدا ياخد معاك الاجراءات طبيعي جدا، مفيش اي مشكله، انك انت كده ماشي قانوني. يعني شفت اهميه النمر التجاريه ايه؟ يا ريت بقى المعلومه دي ما تقفش عندك.